وهو لما انا بقول ان احنا كان راس مال بسيط انا بتكلم على سنه 98، ولما اتكلم على 98 يبقى انا بتكلم لسه عدى علينا انفلونزا الطيور وعدى علينا كورونا وعدى علينا كتير من الازمات اللي ممكن تواجه المشروعات، خاصه الانتاج الداجني والانتاج الحيواني، واللي هي سببت مشاكل كتيره وسببت غلق مزارع كتيره وتصفيتها. لكن الحمد لله بالمصابره والايمان انا كملت. ممكن اكون كملت في الاول بصوره فرديه لحد ما عملنا مؤسسه للبيت سنه 2012. بعد 2012 برضو ما كنتش مقتنعه بالمشاركات، لانها دايما كانت مشاركات غير متكافئه، لانك بتشاركي افراد عايز يحط راس ماله ياخد مقابله فلوس دون انتظار. طب المشروع لسه هيشتغل، طب ما هو لازم اي مشروع لازم تصبر عليه مش اقل من 6 شهور عشان تاخد منه. لكن انا كنت بواجه ان مجموعه الشركاء او اي شريك كان بيدخل معايا في التوقيت ده ان هو كان، وده حال حتى سياسه تفكير العملاء في الوقت الحالي اللي بيجولنا الشركه عايز يدخل بفلوس مش عايزها حتى تقعد 15 يوم حتى التشغيل. يعني في 15 يوم فتره سماح لتحضير المشروع أكيد. وبتقبض بعديها بشهر، يعني 45 يوم اول حاجه. مع العلم دول كل شهر ولا اول شهر؟ اول شهر بس 45 يوم. مع العلم ان المفروض ان اي مشروع ينتظر 3 شهور حتى يتم جني اول ربح أكيد. ودي الواقعيه. طبعا احنا عشان كميه الشركات الموجوده المنتشره في السوق والعروض اللي بيتم طرحها واستغلال النفوذ الضعيفه نحو الطمع والارباح العاليه، كانت هنا الموازنه الموضوع ما كانش متوازن معانا قوي.